يترتب عليها عمل. نعم. وأنا أفصحت قبل ذلك وأعيد أن أنا يعني كشخص أحمد فريد أنا أرشح وأحب أخي الحبيب الشيخ حازم أو إسماعيل، وأعتقد أنه هو رجل مرحلة فعلا، وأنه هو له من التاريخ ووالده أسرته وتاريخه وإخلاصه كما نحسبه كذلك، وأنه يعني كعقلية يعني جدير بهذا المنصب، بل المنصب نفسه يتشرف به. ولكن كدعوة أنا يعني هذا الرأي يعني هو رأيي الخاص، ولكن الدعوة يعني يعني دعوة سلفية في الإسكندرية لا كأنه لها رؤيتها، وهي سوف تصدر إن شاء الله قريبا يعني من ترشحين. فأنا ماليش سلطة أن أنا يعني، ولكن أنا كشخص قد صرحت غير مرة برأيي. هو الأخ اللي بيتكلم عن التوافق يا شيخ بين الإخوان والسلفيين، هو لا شك أننا نسعى إلى هذا التوافق، يعني احنا نريد أن ألا يتفتت الصوت الإسلامي. هو لو تم التوافق ونرجو أن يكون يعني على الشيخ حازم يعني. نعم يعني أن يكون المرشح الذي يرشحه الإخوان ويرشحه السلفيون مرشح واحد، شك أن هذا لا شك حتى لا تتفتت الأصوات. نعم، لم للشمل. نعم. فالسعي من أجل ذلك مشروع، يعني السعي هو الأخ بيقول يعني السعي من أجل ذلك لو تم يبقى خير، ما تمش فطبعا احنا لنا مقاييسنا في اختيار الرئيس. لابد أن يكون يعني بعض الناس يقول أنه هو يكون عنده أدنى من حد من الالتزام أو أدنى حد. أنا أقول لا يكفي أدنى حد، احنا عايزين أقصى حد، لأن المنصب نفسه فتنة. يعني الواحد بيبقى كويس ولو دخل في منصب يعني زي اللي بيتعين شيخ أزهر أو مفتي، تجده قبل ما يتعين في المنصب بيقول كلام، وبعد ما يتعين بيقلب علينا الترابيزة. فإحنا مش عايزين رئيس جمهورية إيمانه ضعيف أو شخصيته ضعيفة، أو خبرته مثلا في العمل السياسي أو يعني قليلة، يضعف أمام الإغراءات أو التهديدات. يعني إن هو يمسك المنصب يبيع دينه ويعرضنا. أنا أظن أن الخط الأحمر عند السلفيين هو أن لا يمكن أن يتجاوزه أحد، هو أننا لن نرشح أحدا يعادي الشريعة. ما هي دي مفروغ منها يا شيخ محمد، احنا الناس سمتها أعلى من ذلك. يعني الناس عايزة واحد ينصر الشريعة بنفسه وماله ودمه وأولاده، وأنا شايف إن اللي فعلا كده. معنا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا أخي اتفضل. بعدين بس كنت عايز أسأل سؤالين سريعين لفضيلة الشيخ. معاك الشيخ. نفرض يا فضيلة الشيخ إن الشيخ حازم صعب إسماعيل كان ترتيبه مثلا في التدين 9 من 10، وجدنا واحد أفضل منه سياسة ونضجا وعقلا كان في الدين 7 من 10، وأجمع عليه الإخوان وبعض السياسات الإسلامية. رأي حضرتك إيه في مثل هذه المسألة؟ الحاجة الثانية يعني معذرة، يعني حضرتك بتقول إن الشيخ حازم فضيل يعني جزاه الله خير إن هو فاز. هل حضرتك استشرت أحد من علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع بحيث كل واحد أدلى بدلوه فجمعت عنه دايرة، ولا ده رأي حضرتك منطلق ديني؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الأخ اللي بيسأل عن التوازن ما بين 9 من 10 و7 من 10 ومشيها رياضة هو بقى أنا بقول له إن الشيخ حازم يعني موجود في الساحة ومعروض بقاله 6-7 شهور، ومعروف قبل كده كداعية له جمهوره موفق. فهل ظهر حد بهذه الصورة؟ يعني ما يعني وأنا مش أنا حكمت عليه من الفراغ. الناس كلها شوف المكالمات وشوف الناس وقبول الناس والمشايخ يعني هو سألك سؤال آخر يا شيخ، وقال لحضرتك هو حضرتك بنيت قبولك له على أساس دينه أم على أساس كفاءته؟ على أساس الدين والكفاءة وتاريخ الأسرة وحياته يعني سألت علماء اجتماع أو استمعت لنصائح بعض المتخصصين؟ الناس كلها بتتكلم يعني ده واحد يقول الإمام الشافعي ثقة ولا مش ثقة، أقول له لا ده ما يتقالش عليه، ده الناس كلها بتقول عليه ثقة. لما الإمام أحمد سئل عن إسحاق فقال إسحاق لا يسأل عنه، ولكن هو يسأل عن الناس. يعني تقول له إسحاق فلان إيه رأيك ثقة ولا مش ثقة، ولكن تيجي تقول له إيه رأيك في الإمام أحمد؟ لا احنا هو جانب الديانة خلاص احنا متفقين ماشي، الديانة وعلمه والسياسة والاقتصاد، ولكن الجوانب الأخرى وهو عمله كمحامي وداخل في كل أمور الدولة وكل مشاكل وكل القضايا. فواضح جدا من لقاءاته الصحفية ولقاءاته اللي على ان في فكرة عن ان في فكرة وبعدين هو مش هيبقى يعني موسوعة في كل حاجة، هو مش سوبرمان، هو ما فيش حد كده هيبقى طبعا مش مطالب بانه كله مستشارين في كل الجوانب بحيث طبعا ده امر مفروغ منه. يعني هو ده يقودنا الحتة برضو قبل ما نرجع تاني لكلامنا، هو ان قضية اصبح الرئيس لابد ان يكون فعلا
مستجيبا لقضية الشورى في أفضل صورة وأبهى صورة. ما فيش شك احنا لأن الشورى واظن دي وصلت للشيخ حازم كذا مرة، يعني ان احنا نلزمه بشورى، وخاصة ان هو مش عالم مجتهد. يعني حتى لو الخليفة امام مجتهد برضه بيرجع يعني في خلاف هل هو الشورى ملزمة ولا ده في غير صورة ملزمة، إذا كان مجتهدا. ولكن هو ما فيش حد مجتهد ولا نصف مجتهد الآن يعني. فهو احنا ان شاء الله نلزمه بالشورى، ان يكون له مجلس من العلماء يستشيرهم ويصدر عنهم ويصدر عن رأيه.